السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبأحسن حال. بما ان بقى البطاطس دلوقتي حلوة جدا وسعرها كمان حلو قوي، قلنا نخزن مع بعض كده البطاطس، وهنعمل كميات من البطاطس في وقت قياسي، واوعدك ان انتي هتطلعيها احسن من بتاعه الشركات بكتير. شوية خطوات كده هنمشي عليهم، هنطلعها بقى تحفة جدا. هقولك ازاي تخليها مقرمشة كده من بره وهشة وطرية من جوه، هنطلعها احسن فعلا من بتاعه الشركات اللي بنشتريها بقى بارقام قياسيه. هنعملها النهارده في البيت. عايزه اقول لكم هو مكون واحد هنضيفه على البطاطس هتطلع تحفه جدا باذن الله. وهنحل كل المشاكل بقى من اول ما تختاري نوع البطاطس لحد ما نفرزها كده مع بعض وتطلع تحفه جدا بامر الله. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا كده نشوف هنعمل مع بعض البطاطس ازاي. اول حاجه بقى يا ست الكل، وانت بتشتري البطاطس لازم تختاري نوع البطاطس يكون تحمير. يعني ما ينفعش تجيبي البطاطس اللي هي طبيخ وتفرزيها، مش هتنفع ابدا معاكي. فبتجيبي البطاطس كده، وافضل نوع بطاطس هي البطاطس اللي فيها نقطه حمراء. وكمان فيها نوعين، يعني ممكن تجيبيها نوع وتطلع مش تحمير معاكي، فبتجيبيها كده وانت واقفه كده بتشتريها، بتشيلي حته كده من القشره. لو لقيتي لونها فاتح يبقى هي ديت البطاطس بتاعت التحمير، لقيتي لونها مصفر كده شويه يبقى خلاص تبعدي عنها خالص، مش هتنفع معاكي في التخزين. تمام، هتقشري بقى الكميه اللي انت عايزاها. واهم حاجه بقى وانت بتقشري البطاطس يبقى جنبك كده طبق فيه ميه كبير، والبطاطسيه اللي تقشريها تحطيها في الميه عشان لونها ما يغيرش معاكي او لونها يغمق. تمام، هتقطعيها بقى صوابع. وانت بتقطعي البطاطس كده تحاولي تخليها سميكه شويه، ما تخليهاش رفيعه قوي، يعني بالشكل اللي حضرتك شايفاه كده. هتحطيها في ميه بقى كده وهتسيبيها. على ما نحط ميه كده على النار، حله كبيره يكون فيها ميه بتغلي، هتنزلي عليها بحوالي كوبايه صغيره كده من الخل، وحوالي 4 معالق كبار من الملح. والخل بقى هو المكون الرئيسي النهارده في الوصفه. تمام، الخل بقى بيعمل حاجتين اتنين: استحاله البطاطس لونها يغمق معاكي او تسود معاكي، وكمان بيفتح كده مسامات البطاطس فبيخليها هشه جدا من جوه. تمام، ومقرمشه من بره بعد التحمير وبعد التخزين. تمام، هتحطيها كده في الميه المغليه مع الملح مع الخل، بتسيبيها مش اكتر من 3 دقايق، ما تزوديش عن كده. انا مش عايزه البطاطس تتسلق، انا عايزاها كده يا دوب كده تاخد حراره الميه وتطلع على طول في ميه ساقعه جدا. وهتشطفيها كويس جدا بالميه الساقعه. لو حسيتي الميه دافيه هتغيري الميه. انا عايزه البطاطس تبرد تماما تماما من اي سخونيه، مش عايزاها تبقى فيها اي سخونيه. وعلى فوطه بقى بتاعتك كده وهتفردي البطاطس وهتنشفيها كويس قوي. هي شوية خطوات كده هنمشي عليها، هتطلعي البطاطس بأمر الله أحسن من بتاعة الشركات ب100 مرة. تمام، هتفردي البطاطس بتاعتك على فوطة وهتنشفيها كويس قوي. أنا مش عايزة فيها ولا نقطة مية. تمام، بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. وبعد ما نشفناها بقى كويس قوي، الزيت بتاعك بقى كده على النار، وهتنزلي كده بصبع بطاطس نختبر سخونية الزيت أو حرارة الزيت. أول ما بتحسي بقى كده إن الزيت سخن هتنزلي بكمية البطاطس اللي عايزة تحمريها. والخطوه ديت بقى مهمه جدا. انا مش عايزه احمر البطاطس، انا بحمرها كده نص تحميره، يعني بحوالي كده 3 دقايق بس مش اكتر على النار. يعني بتحطيها في الميه المغليه 3 دقايق وبعدين بتطلعيها تنشفيها كويس قوي وتنزلي بيها في الزيت حوالي برضو كمان 3 دقايق. بتبقى بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده، ما خدتش اي لون. وعلى ورق زبده بقى او مناديل مطبخ وهتفردي كميه البطاطس كلها، او على صواني بقى وهتسيبيها تبرد تماما. تمام، تقدري بقى هنا في حاجتين ممكن تدخليها كده بالصواني بعد ما تفرديها في الفريزر بتاعك تتجمد. او ممكن تعملي الخطوه اللي انا هعملها ديت لو مفيش عند حضرتك مكان في الفريزر ان انت تدخليها كده في صواني. هتجيبي كده صينيه بتاعه الفرن، او اي حاجه متوفره عندك، او علبه متوفره عندك، اي حاجه متوفره عندك. وهتفرشي فيها كيس بلاستيك، وهتحطي رق كده بطاطس، وهتحطي كيس تاني، وهتفرديها بقى كويس جدا. وهتغطيها بقى بكيس كمان. اظن الموضوع سهل جدا وبسيط. وتغطيها بكيس كمان وهتدخليها بقى زي ما هي كده في الفريزر. وكده لو انت ما عندكيش مساحه في الفريزر او مكان في الفريزر ان انت تفرديها كلها كده على صواني. تمام، وهتدخليها وتسيبيها يا ست الكل حوالي 6 ساعات 8 ساعات لحد ما تتجمد كده معاكي وتاخد التجميد اللي حضرتك شايفاه ده. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده، وصدقيني بالطريقه ديت استحاله البطاطس لونها يغمق معاكي وتعيش معاكي اكتر من سنه في الفريزر. وطبعا احنا عارفين ان احنا كلنا بنعشق البطاطس، فطار بقى، في غدا، في عشاء، هي في كل الحالات. وخلاص رمضان على الابواب، كل سنه وحضراتكم طيبين. هتطلعي بقى كده منها شويه على السحور، مش هتاخد منك وقت خالص.
وبيكون شكلها بعد ما تجمد، يعني انت هتطلعيها من الفريزر بعد ما تتجمد تماما وتأكدي ان هي اتجمدت تماما. هتنزلي بقى ببوله كده او في طبق عميق، ولو انت حسيتي كده باي بطاطس ماسكه ببعضها هتفككيها كده بالراحه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. يعني حاولي ما تخليش ولا بطاطسايه كده ماسكه في التانية، لان ده بيفرق جدا بعد كده لما تطلعيها تحمريها. اظن لحد دلوقتي الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. وهنا انا خلصت كميه البطاطس كلها واتجمدت معايا وتمام وزي الفل. عندك بقى يا ست الكل، عندك كده طريقتين تحفظي فيهم الفريزر، تحفظي فيهم البطاطس عفوا في الفريزر. تقدري بقى تحطيها في علب كده محكمه الغلق. يعني انت العلب الجبنه اللي عندك دي او علب الحلاوه اكيد طبعا متوفره في كل بيت، تقدري تحطيها كده بالكميه اللي حضرتك عايزاها، تمليها كده وتحطيها في الفريزر. اهم حاجه تحطيها تغطيها بغطا محكم. والموضوع ده بيكون سهل جدا بقى، ما بتطلعي كده شويه بشويه على قد ما بتحمري. حابه بقى تحطيها في اكياس، هتحطيها في اكياس وهتخرجي الهواء منها كويس قوي. وعلى الفريزر بقى، وهتسيبيها بقى اي وقت انت حابه حضرتك تطلعيها، بتبقى حلوه جدا وجاهزه عندك بقى في اي وقت انت حابه تستخدميها. تمام. ويلا بقى كده نحمر مع بعض شويه بطاطس كده بعد ما فرستها وطلعتها. يلا بينا كده على الزيت ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. هتطلعي البطاطس بقى، اهم حاجه هتطلعيها وهي متجمده، مش هتسيبيها تفك ابدا. الزيت بتاعك بقى يكون سخن قوي، وهتنزلي بكميه البطاطس اللي انت عايزه تحمريها، وهتسيبيها حوالي دقيقتين كده في النار وهي عاليه قوي. يعني اهم حاجه الزيت يكون سخن قوي في الاول، وبعدين بقى هتهدي النار لوسط، مش هتهديها قوي، هتبقى النار حراره متوسطه. وما تقلبيهاش بقى قوي علشان ما تتكسرش منك، لحد ما تاخد اللون الذهبي بقى المظبوط. والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده، مشيت معاكم خطوه بخطوه علشان نشوف ازاي نطلع احلى بطاطس بومفريت، حاجه كده في منتهى اللذاذه وفي منتهى الطعامه. يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، ولو اول مره تشرفوني في القناه يا ريت تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وجربوا بقى البطاطس بطريقتي، وهنتظر رايكم بامر الله في الكومنتات. شوفوا بقى احلى والذ واسهل بطاطس تقدري تخزنيها. ولو حضراتكم عايزين فيديوهات تانية نعملوها مع بعض، اتمنى بجد ان انتوا تكتبوا لي في الفيديوهات، في التعليقات سوري. بجد حاجه كده في منتهى اللذاذه. اتمنى بجد ان انا اشوفكم في الوصفه الجايه بامر الله. شكرا للناس الجديده اللي شرفتني، وجودكم شرف ليا في القناه. بجد شكرا ليكم، واستنوني فيديوهات تانية كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.